اليوم الصبح سمعت كلمة حسيتها هيك جبل وقع فوق راسي. صار لي 8 سنين عايشة بألمانيا لاجئة، مشان ما حدا يقول لي انت لاجئة ومانك لاجئة ومن هالقصص. هيو لاجئة، صار لي 8 سنين عايشة بألمانيا لاجئة. اشتغلت، تعبت على حالي والحمد لله لهلا عم بشتغل ونشكر الله وألف الحمد لله. عم بحكي مع حدا صرت سمعانة هالكم كلمة أكتر من مرة، بس اليوم عم بحكي مع حدا عم قله ما معاي مصاري 25 الشهر، انه عادي الواحد يكون ما معه مصاري. يعني بيجيني الجواب انه انتي الوحيدة اللي عايشة بألمانيا شحدانة. لا، مو بس انا الوحيدة اللي عايشة بألمانيا شحدانة، كل الناس اللي عايشين بأوروبا وبألمانيا ومتغربين ولاجئين مشان ما تزعلوا شحدانين. واللي بيقول لي غير هذا الحكي كذاب. نحن هون كلياتنا عايشين بهالبلد ودافنينه سوا وعرفانين البير وغطاه. انتو الناس اللي عم بتصور وتتبوجا. انا حديثي لهدول الناس، وانه هي جابت سيارات وجابت ايفون وجابت وعفش البيت وتعوا تفرجوا. هاي انتو ناس كذابين. نحن بدون القسط بهالبلد ما بتمشي امورنا، ما بتمشي حياتنا. التليفون بالقسط والسيارة بالقسط، واللي بده يهدي مرته بالقسط، واللي بده يطلع إجازة بالقسط، واللي بده يدفع هلأ فاتورة التدفئة الفرق بيدفعها بالقسط. اللي بيقلكم غير هذا الحكي كذاب. وانتو الناس اللي عم تحكوها، عم تصوروا وعم تأرجوا العالم لحتى تأرجون انه انتو صرتوا وتصورتوا. انتو ناس كذابين. حاج بقى عيب. لولا ميزة التقسيط بألمانيا هلأ شحطتكم الكلاب ما كون عم تأرجوا العالم. لولا ميزة التقسيط بألمانيا كانت الكلاب أحسن منكم.